هبتدي انخل المواد الجافه، 2.25 كوب من الدقيق. بسبوسه مظبوطه وهتنجح معاكم من اول. سابت البيزنس وإدارة الأعمال واشتغلت في المطبخ وقلبته استوديو لفيديوهاتها ومتابعينها من كل حتة في مصر والوطن العربي، وعملت المطبخ بتاعها على سنجة 10. حكاية الشيف هناء دقانيش واللي صوتها مميز وتعرف تفرقه، ازاي اتشهرت واشمعنى اختارت الطبخ وايه أغرب الأكلات اللي عملتها، كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. عملت الباذنجان رول وقلبته من أكلة حرشة لأكلة مودرن وبتاعة ايجيبت، وبتعشق الوصفات، وقدوتها في الحياة مامتها، وحلم حياتها تفتح مشروع باسمها. كلامنا هنا عن هناء دقانيش، واللي أول ما الفيديو يبدأ بتعرفها من صوتها لأنه مميز جدا ومختلف عن باقي الشيفات، وواخدة نادية السيد قدوتها في حياتها وبتعشقها. هناء ما بتحبش تتكلم عن حياتها الشخصية نهائي، ومركزة في الطبخ والأكل وبس، ومش بتظهر في كل الفيديوهات، وده لأنها خجولة وبتتكسف، وده باين قوي من صوتها لأنها هادية وصوتها رقيق جدا. هناء خريجة إدارة أعمال وبزنس من جامعة سيناء، ورغم إن كان عندها فرصة تشتغل في منصب كبير في شركة انترناشونال، إلا إنها قررت إنها تخوض تجربة بنفسها وتدخل حاجة شاطرة فيها وبتحبها، ومش بس كده تتميز بيها وبأكلاتها وبوصفاتها. وده حصل بعد أكتر من 8 سنين على السوشيال ميديا، واللي أخدت وقتها كلها. أول ما بدأت كانت بتنزل وصفات وأكلات بيتي على اليوتيوب من سنة 2017، وكانت بتظهر في فيديو بوشها و10 لا، ويمكن فيديوهات كمان ليها. أول ما بدأت كانت ما بتتكلمش، بتعتمد إنها تكتب على الفيديو الوصفة والمقادير وبتظهر إيديها وهي شغالة. وبعدين فتحت على الفيسبوك بيج باسمها هناء، وده معدية نص مليون متابع، وبدأت فيها تحط وصفاتها وأكلاتها وتظهر من قلب مطبخها أكتر من 4 سنين، يعني بالتحديد في 2021. شاطرة في كل الأكلات البيتي والمصرية والحرشة والخليجي والغربية والشعبية والأفرنجي كمان، لدرجة إنها اخترعت طريقة تخلي الأطفال يحبوا المسقعة وياكلوها. ويا ترى عملتها إزاي؟ قالت البتنجان لحد ما طري، وبعدين على جنب عملت خلطة اللحمة المفرومة، وجابت اللحمة وحطيتها على سلايز البتنجان وعملته رول، وهكذا في كل واحدة لوحدها، وحطت على الوش صلصة مع موتزاريلا، واختراع جامد جدا يخلي اللي ما يحبش البتنجان يحبه. ومش كده وبس، دي لهلوبة في شغل البيت وعمايله، زي إنها عملت خزين البيت كله من الفراخ يكفي شهر، وعملت 4 تتبيلات، واحدة بالبصل والبهارات، والتانية بصل وبهارات وزبادي، والتالتة بزبادي وصويا صوص وكاتشب وبهارات مشاوي، وليها في الحلو كمان. وعملت كيك البرتقال في أقل من ربع ساعة، وعملت حاجة عظيمة بجد، وطلعت هشة وقالت السر إننا نحط خل في الوصفة. وعلشان في متابعين كتير ليها من دول الخليج والسعودية، عملت ليهم فخارة اللحمة، ودي عبارة عن طاجن لحمة ببصل وبهارات، ومن فوق رغيف عيش بحبة البركة، حاجة زي المطاعم بالظبط. وعملت كمان توست اقتصادي بكوباية دقيق وزيت وخميرة، يعني بأقل من نص سعره اللي بنجيبه من بره، ويكفي شهر من كتر ما عمل كمية. وعملت كمان البسبوسة الأصلية اللي بالسميد والدقيق، وهتطلع زي بتاعت ستي وستك كده، وهتشم فيها ريحة الأكلات الزمن الجميل. وعلشان تروق لعشاق المشاوي، عملت ليهم فخدة ضاني مع الرز، وكانت دايبة وناعمة وطرية جدا. وعملت كمان فيها شيف براك التركي، وعملت كفتة بالصوص الأبيض اللي هو الطحينة مع الكريمة والبقدونس، وشكلها كان مغري جدا، ولو رحت تاكل الطبق ده بره هتدفع فيه رقم. هي بقى عملته في البيت بنص كيلو لحمة. يا ترى جربتوا وصفات وأكلات هناء ولا لأ؟ شاركونا في التعليقات.